السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون يومكم كله خير وبركة ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض البيتي فور زيه زي اللي في المحلات ويمكن احسن كمان. هنعمله بطريقة سهلة جدا وسريعة، مش هتاخد منكم وقت خالص خالص، وكل المكونات اكيد عندكم في البيت ان شاء الله. هنا طبعا الحلويات اللي انتوا شايفينها دي اللي انا عاملاها بتاعة العيد، البيتي فور اللي هنعمله مع بعض، والغريبة الناعمة الجميلة الدايبة دي، والكحك الجميل ده حشاه انا ملبن بعين الجمل. وطبعا اللي ما اشتركش معايا في القناة يا ريت يشترك وفعل الجرس يوصلكم لنا كل جديد. وتعالوا معايا نشوف هنعمل البيتي فور الجميل ده ازاي. معايا المقادير بتاعتنا هنا. معايا انا عامله مقدار كبير، عامله كيلو وربع يعني 1250 جرام. هنا الزبده كيلو من الزبده يعني 1000 جرام. ده 350 جرام من السكر البودر ويكون منخول. معايا 5 بيضات ومعايا الفانيليا. خلاص، اللي عايز يعمل مقدار اصغر انا هسيب لكم المقدار الاصغر في صندوق الوصف ان شاء الله. حطيت طبعا رشه ملح ومش هنستخدم اكتر من كده. الزبده طبعا هنكون مطلعينها من التلاجة قبلها بشويه، يعني بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش سايله ولا تكونش ماسكه نفسها قوي عشان نعرف نضربها ويكون قوامها كريمي. هحطها طبعا في المضرب عشان تتضرب وتتعجن كويس، تبقى يعني قوامها كريمي كده. خلاص، اللي ما عندوش العجان ده يا جماعه ممكن تعملوها على ايديكم، ممكن تعملوها يدوي زي ما احنا كنا بنعملها زمان بايدينا، بس طبعا اختصارا للوقت دلوقتي بقينا نعمل بالمضرب الكهربائي. هشغل عليها بس تتضرب شويه وبعدين احط معاها السكر البودر والفانيليا. اسفه جدا. تعالوا معايا بقى، هنا حطينا السكر البودر والفانيليا وبعدين هنسيبهم مع بعض يتضربوا لحد ما يبقى قوامهم كريمي كده زي اللي بنزوق بيه التورتات والحلويات. عايزه اوريكم شكلها دلوقتي بقى عامل ازاي. شايفين لونها فتح وبقت كريمي كده حلوه. بصوا شايفين المنظر. حلوة جدا. تمام، تعالوا بقى هنكمل، هنشوف هنعمل فيها ايه. طبعا احنا معانا ال5 بيضات انا حطيتهم في بتاع الكوب المعياري ده عشان انزل بيضة بيضة على المقدار اللي احنا او الزبدة اللي احنا بنضربها دي. بصوا بننزل بيضة بيضة كده مع الضرب لحد ما نخلص الكمية بتاع ال5 بيضات. دي اخر بيضة. هننزل بقى بالدقيق. طبعا انا كمية الدقيق عندي ما شاء الله كبيرة، فانا طبعا هنحط نصها دلوقتي ونصها واحدة واحدة واحنا بنضرب. انا عندي غطا للعجان يا جماعة، بس انا بحب اوريهولكم عشان ما يبقاش مستغطي عشان تشوفوها وهي بتتضرب. يعني في البيت عندك طبعا هتحطي غطا العجان عشان الدقيق ما يتنسرش بره في كل حتة. مفيش هنا ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه خالص، ما بنحطش حاجات من دي خالص. بص هنمشيها بس على السرعه البطيئه خالص عشان بس الدقيق ما ينطورش علينا. وهنزل بقى بالدقيق اهو واحده واحده. لو الكميه عندك صغيره طبعا هتحطي الدقيق مره واحده.
شايفين شكل العجينه؟ هي ما بتحتاجش عجن كتير يا جماعه عشان ما تعملش عرق، يا دوب تلمي الزبده والدقيق وتبقى خلاص. شايفين القوام؟ قوامها جميل جدا. وعايزه اوريكم ان هي ما بتلزقش في الايدين، يعني هي بتمسكيها بتعجنيها تلاقيها مش بتلزق، تتعجن معاكي بس ما بتلزقش لان فيها الزبده طبعا. بصوا المنظر. هنيجي هنا بقى علشان نشكل مع بعض. بص انا معايا هنا قمع اللي هو السيليكون. لو انت عندك مكنه البيتيفور استعمليها عادي، عندك القمع ده عادي خالص مفيش مشكله. نعمل اشكال زي ما احنا عايزين. شايفين العجينه سلسه ازاي معايا؟ بصوا شايفين اللي فيها كده. انا بنزل بس حته صغيره تحت عشان اعرف امسكها، لان لو مسكتها من فوق مش هعرف اتحكم فيها. بصوا ما شاء الله، انتوا تعملوا كل الاشكال اللي انتوا عايزينها، ديت حاجه ترجع لكم. طب انا هعمل لكم شكل زي ورده كده صغيره اهو، شايفين؟ كل ده بقمع واحد. عايزين تغيروا القمع غيروه خالص مفيش مشكله عندي، والحجم اللي انتوا عايزينه. شايفين؟ ممكن اعمل هنا صوابع كده زي بتاعه البسكوت. كل الاشكال اللي انتوا عايزينها تعملوها. ممكن تعملوا شكل حلزوني، تعملوا دواير كده جوا بعض. فطبعا انا مش هطول عليكم الفيديو، هخلص الكميه وايه وارجع لكم تاني اوريكم انا عملت ايه. بصوا شايفين؟ انا خلصت الكميه اهي. انا بكون مولعه الفرن على درجه حراره 180 درجه، وبحطها على الرف الوسطاني، ما بشغلش فوق خالص. هنا ده الشوكولاته ديت، اللي عايز يقسم المقدار من الاول ويشيل معلقتين دي ويحط بدالهم معلقتين كاكاو مفيش مشكله، او يعمل زي انا ما عملت كده. انا بعد ما خلصت ونسيت طبعا اقسمها في الاول، قسمت الجزء وحطيت نص المقدار، حطيت عليه معلقتين من الكاكاو وحطيت معلقه من الزيت او معلقتين من الزيت وقلبتهم كويس. تعالوا شوفوا بقى، شوفوا الشكل الحلزوني ده اللي انا عملته، يعني دايره جوه ده، يعني بلف القمع. وادي كل الاشكال اللي احنا عملناها مع بعض. دي طبعا عشان لونها متغير كده خط وخط ديت، لان بيبقى في بواقي في القمع من الاصفر الابيض ده، وما بتيجي تحط البني فبينزلوا الاتنين مع بعض لحد البني ما يجي زي ما انتوا شايفين. وممكن بقى تشكلوا زي ما انتوا عايزين، بايديكم تشكلوا زي ما انتوا عايزين. البيتيفور بصوا الخبز بتاعه جميل جدا مش محروق اهو. اكسر لكم واحده بس، جميله يا جماعه، مش عايزه اقول لكم والله ما هتندموا لما تجربوها ان شاء الله. معلش لان الصوت واطي شويه، بس ان شاء الله هعللكم الصوت في المونتاج. هنا معايا بقى هنا شوكولاته دارك غامقه وشوكولاته بيضه، انا مسيحاهم على النار. هعملها الحمام البخار، وهنا المربى عشان الزق بيها. واللي عايزين تلزقوا الشوكولاته عادي، وفي مكسرات زي ما انتوا عايزين. دوت مجموعه من المكسرات، كاجو على فستق على بندق، وشويه جوز الهند. والطبق التاني ده كان فيه شويه من الفستق فرماه وفرماسيل الوان وفرماسيل بني زي ما انتوا عايزين. هنا بقى هنلزق بقى مع بعض. هوريكم واحدتين تلاتة كده ازاي نعملهم، وانتوا ان شاء الله تزوقوا زي ما انتوا عايزين او تزينوا زي ما انتوا عايزين بالطريقه اللي تعجبكم. مش عايزين تزينوا خالص بلاش خالص، مش مشكله خالص، هو طعمه حلو كده من غير حاجه. انزلها هنا في الفرماسيل الالوان. بصوا شكلها جميل جدا. دي يا جماعه بتتاكل تاني يوم، يعني مش في نفس اليوم، يعني عشان تمسك في نفسها تمسك في بعض، وبتدي طعم حلو جدا لما بتشرب من المربى.
هنا اعمل لكم واحده بني. المربى اللي انتوا عايزينها، اي نوع مربى عايزينه استعملوه. انا مستعمله مربى فراوله لان ما كانش عندي مشمش، والافضل طبعا المشمش بيبقى جميل جدا، بس الفراوله برده مديها طعم حلو قوي. هنا في الشوكولاته البيضاء، وهنزل في الفرماسيل الالوان البني. ممكن تحطوا في الفستق، تحطوا في المكسرات التانية زي ما يعجبكم خالص خالص. هعمل كمان دي، وبعد كده بقى اخلص الكميه، وانتوا بقى ايه تبقوا تعملوا براحتكم زي ما انتوا عايزين. ننزلها بقى في الشوكولاته الغامقه. المره دي انزلها بقى طيب في البندق، في الفستق المكسر، فستق انا فرماه اهو. هخلص بقى الكميه كلها وارجع اوريكم انا عملت ازاي وزينته ازاي. دي يا جماعه انا هنا زينته، حطيته في علبه زي ما احنا شايفين عشان لما اجي اقدمه يبقى شكله حلو. وده الساده اللي انا ما زينتوش اهو زي ما هو. طبعا فيكم حريه التشكيل يعني. وهنا ده انا مبقتش عارفه اشكله، كان ساده برضو. حطيت في كل واحده نقطه شوكولاته كده، البني حطيت لها نقطه بيضه، والبيضه حطيت لها نقطه غامقه، وزي ما انتوا عايزين. انا عايزاكم تجربوا البيتي فور وقولوا لي رايكم في التعليقات ان شاء الله. هنا بقى الحاجات اللي انا عملتها بتاعه العيد، ده الغريبه اللي انا عملتها معاكم. وهنا بقى البيتي فور اللي انا لسه عاملاه دلوقتي. والكحك بتاعنا ده انا كنت عملته بس معلش سامحوني ما صورتش. كنت عاملاه وحشياه بعين الجمل، فرماها وعجناها في الملبن وحاشيه بيها الكحك. فانا حاطه هنا عين الجمل فوقها عشان اعرف اللي يجي ياكل ان دي محشيه ملبن بعين جمل. مش عايزه اقول لكم الغريبه دايبه ازاي وناعمه، والكحك طعمه خطير يا جماعه بالسمن البلدي. مش عايزه اقول لكم السمن البلدي بيفرق كتير جدا في الكحك والمخبوزات. وادي البيتي فور اللي احنا عملناه مع بعض. يلا بقى عايزاكم تقولوا لي في التعليقات عملتم ايه، واشتركوا في القناه، وشكرا ليكم على حسن متابعتكم ليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركة ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم بإذن الله. النهاردة زي ما انتم شايفين هعمل معاكم كحك العيد. يعني طريقتي هتعجبكم جدا بطريقة أجدادنا وأمهاتنا، ويا رب فيديو النهاردة يعجبكم. وأتمنى اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك وفعلوا الجرس يوصلكم مننا كل جديد. وتعالوا معايا نشوف الكحك الجميل الدايب ده. بصوا دايب خالص، مش عايزه اقول لكم على جماله يا جماعه، والله العظيم جميل جدا. شوف الملبن اللي جوه طري، مش ناشف، حلو جدا. اتمنى بقى ان تفضلوا معايا وتشوفوا الفيديو للاخر. واللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك وفعلوا الجرس يوصلكم منها كل جديد. وتعالوا معايا نشوف المقادير. معايا كيلو من الدقيق، معايا 600 جرام من السمنه عشان يبقى ناعم. دي سمنه مقدوحه، او لو عايزين تعملوها على البارد هقول لكم ازاي تعملوها على البارد. معايا معلقه كبيره من السكر البودر، ومعلقه كبيره من السكر السنترفيش. سكر بودر عشان احطها على الدقيق، سكر السنترفيش عشان الخميره. معايا معلقه كبيره من ريحه الكحك. معايا معلقه كبيره من الخميره. معايا 3 معالق من السمسم. هنعمل ايه معانا؟ ومعايا طبعا كوبايه حليب، او كوبايه زي ما انا هعمل كده في الخميره، ربعها كده ميه والباقي حليب عشان الخميره بس ميه دافيه. هنا هعمل كده حفره كده في النص في الدقيق، واحط السمسم اهو عشان الزيت السمنه السخنه هتنزل على السمسم تحمصه. بصوا بسم الله
واحده واحده كده. اهو خلي بالكم يا جماعه لان السمنه بتبقى سخنه قوي. احنا الاول هنعملها بالمعلقه وبعد كده هنعمل بايدينا. في العجان اللي عنده العجان يعمل على العجان، بس انا حبيت اوريكم تعمل على ايدينا زي ما كانوا اجدادنا وامهاتنا بيعملوا. نعمل باقي الكميه. حاسبوا على ايديكم يا جماعه، والله البتاع سخن جدا، فانتوا لو في اطفال ولا حاجه جنبكم يبعدوا خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا ما بحطش الخميره دلوقتي لاني لو حطيت الخميره دلوقتي هتموت. حط بقى معايا السكر، ريحه الكحك. خلاص نقلب بقى كله لحد الدقيق ما يشرب السمن، بعدين تبرد شويه وبعدين نبسها بايدينا. خلاص زي ما احنا شايفين كده انا ابتديت بردتها شويه، فايه نبتدي بقى نبسها على ايدينا. بس قبل ما نبسها كده نعمل الخميره معايا اهو. معلقه كبيره السكر، معلقه كبيره من الخميره، واقلب. اركنها بقى على جنب شويه كده وامسك. بصوا بقى معايا احنا بنمسك الدقيق مش بنعجن، بنبس كده اهو، نفركه اهو كده، شايفين كده اهو، نشيل ونبس كده اهو زي امهاتنا ما كانوا بيعملوا بالظبط. بصوا اللي عايز بقى يعمل على البارد يا جماعه، انا دايما بعمله على البارد، بس انا حبيت اوريكم اللي هو على السخن عشان الناس اللي بتقول احنا عايزين الطريقه التقليديه. اللي على البارد نفس المقادير، بس السمنه بتكون بارده. بتحط معلقه كبيره من البيكنج باودر على كيلو الدقيق، مع المعلقه ونص من الخميره، معلقه صغيره ونص من الخميره، ونفس الطريقه هي بس المقادير بتختلف ان السمنه بتكون بارده وبنحط لها بيكنج باودر معلقه كبيره للكيلو. خلاص كده اهو بنبس الدقيق. بصوا 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 بيفرك في ايدينا، تقوم العجينه تشرب، الدقيق يشرب من السمنه اهو. انا هبس شويه كده على ما يبرد شويه وايه، وارجع اقول لكم انا عملت فيه ايه. بصي يا حبايبي بقى، هي كده بردت معايا العجينه. بصوا اهي، شايفين جميله جدا، مش عايزه اقول لكم. هنا بقى الخميره طبعا اهي ما عادتش 5 دقايق. بصوا لان هي ما شاء الله نشطه. احطها كده واحط لبن، بقيت الكميه لبن. ادي اللبن الحليب، اللي عايز يحط نص حليب ونص ميه يحط، عايز يحط حليب كله مفيش مشكله خالص. هنزل بس واحده واحده مش مره واحده عشان نشوف العجينه هتحتاج قد ايه من الكوبايه اهو. الكحك مش بنعجن لان لو عجنا عجين زي العيش هيدينا عرق، واحنا مش عايزين للكحك عرق اهو.
بصوا احنا بنفرد، بصوا نعمله كده ونفرد كده، نفرد نلم ونفرد كده اهو. خلاص تاني اهو. ناخد تاني حليب، بسم الله. بيبقى الحليب او الميه على نوع الدقيق، يعني ممكن في دقيق ياخد الكوبايه بحالها، وفي دقيق بياخد كوبايه الا ربع او تلتين كوبايه. خلاص ادينا هنعجن وهنشوف. نقعد بقى نعمل كده. المفروض نعمل طبعا في حاجه واسعه، بس دي عشان بس التصوير اوريكم اهو. نقعد نعمل كده كده، شايفين ايديا كده كده، ونزق العجين. خلاص هعجنه واوريكم بعد ما عجنته عملته. بصوا يا حبايبي بقى، انا كده العجينه ما خدتش معايا غير كوبايه واحده من الدقيق من الحليب. بصوا نعرفها ازاي؟ لما نمسك العجينه كده بايدينا نكورها نلاقيها ناعمه في ايدينا، بصوا ناعمه، ونضغط عليها ضغطه كده ما بتفلقش. بصوا المنظر اهي. خلاص هنسيبها بقى ترتاح شويه، حوالي كده نص ساعه، على ما اعمل معاكم الملبن اللي احنا هنحشي بيه العجينه الكحك. يلا بينا. هنا معايا الملبن زي ما انتم شايفين، هي الكميه دي كبيره لان انا مش عامله العجينه دي بس الكيلو ده بس، انا عامله كميه كبيره، فانا حبيت اوريكم في الكيلو بس، انما ده للكميه اللي انا هعملها كلها ان شاء الله. الملبن معايا حوالي كيلو. هحط حوالي 3 معالق من السمنه او معلقتين كبار مليانين. خلاص معلقتين كبار مليانين اهو، تمام كده. بس بقى كده انا طبعا هكتم الصوت في الحته دي عشان الجوانتي بيخربش. وطبعا اللي عايز يعمل بالعجوه نفس اللي بعمله في الملبن ده هتعملوه في العجوه. بتجيبوا العجوه وتحط لها السمنه بارده وتدعكوها زي ما انتم شايفين كده، وتحط لها مثلا معلقتين لبن حليب او حاجه دافيين. خلاص وهتبقى طريه جدا معاكم. بصوا يا جماعه، بصوا الملبن بقى عامل ازاي من العجين. انا هاخد بقى جزء كده هحطه في الطبق ده، هخليه ساده، وده هحط عليه شويه من المكسرات او السوداني المجروش اهو، هعجنه فيه. بصوا اللي عايز ياكل كده ياكل، اللي عايز ياكل من ده ياكل. بصوا يا حبايبي بقى الملبن انا بعمل ايه، اوريكم بس انا عملته عشان ما يطولش عليكم. بنكور، ناخد حته صغيره ونكورها كده اهو. بصوا بعمل كده اهو، بخطف حته على قد الكحكه اللي انا هعمل، لان انا هعمل كحكه صغيره. والله انتوا ايه اعملوا بقى الكميات اللي انتوا عايزينها او الحجم اللي انتوا عايزينه. طبعا دي اللي هي الساده اللي بالمكسر، الملبن اللي بالمكسرات. طبعا ولادي قاعدين بيكوروا بره، طبعا خلوا الاولاد يساعدوا معاكم، بيفرحوا هم قوي بالحاجات دي اهو. شايفين تاخدش وقت، سريع جدا اهو. خلاص الكميه كلها كده خلصت. خلاص هنا يا حبايبي بقى العجينه ارتاحت بقى لها نص ساعه. خلاص هنعمل ايه بقى؟ هنا واحده نعمل كرة كده، نعمل فيها كده فيها الملبن ونقفل اهي. بقت معانا بالمنظر ده. نيجي بقى على ايدينا من فوق من هنا ونضغط ضغط بسيطه خالص، الحجم اللي انتوا عايزينه. انا بحبها صغيره
ماشي. ممكن نعمل بالمنقاش، وفي البصامة بنعوزها دقيق ونضغط عليها كده تبقى بالمنظر ده، شايفين؟ بس انا طبعا بحب المنقاش عشان ولادي بقى بيقعدوا ينقشوا. هوريكم واحده اهي تاني. انا عايزه اقول لكم العجينه في ايديا ما شاء الله جميله جدا، ولا بتفلق ولا حاجه خالص. بصوا المنظر اهي. نضغط كده على ايدينا بسيط، وممكن بقى بالمنقاش وننقش اهو. احلى حاجه المنقاش. سيبكم انتوا من قولة البصامه والاشكال. شايفين كمال الكحكه؟ يلا هخلص الكميه كلها انا والولاد والاخر نوريها لكم، استنوني. هنا يا حبايبي زي ما احنا شايفين الكحك. انا كده نقشته. طبعا عملت الصواني التانية، بس انا بحب اصور لكم بس صينيه واحده عشان ما اطولش عليكم. هنسويها بقى في الفرن وارجع اوريكم عملنا فيها ايه. هنا يا حبايبي بصوا الكحك بقى عامل ازاي ما شاء الله. بصوا شوفوا التسويه بتاعته، شايفين الجمال، شايفين حجم الكحكه. عايزين تعملوها اكبر من كده اعملوها، عايزين تعملوها والاشكال بقى اللي انتوا عايزينها خلاص. بس انا عايزه اوريكم بقى ان الكحكه ازاي دايبه. بصوا شايفين المنظر، ادي الملبن من النص. الملبن طري خالص ازاي من السمنه اللي انا دعكت بيها الملبن. خلاص انتوا بقى عايزين ترشوا بقى سكر اللي انتوا عايزينه. ده سكر بودر. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، واللي مشتركش معايا في القناه يشترك وفعلوا الجرس يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب، وتبقى ايام خير وسعاده عليكم ان شاء الله. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله ان شاء الله يكون خير وبركة باذن الله. شايفين اللي في ايدي دي الغريبة الناعمة الجميلة. بصوا دايبة ازاي في ايديا. بصوا اقطع لكم منها، دايبة ناعمة خالص. خلاص هعملها لكم النهارده مقادير سهلة جدا، وكلها عندك في البيت، عندكم في البيت، مش هتجيبوا حاجة من بره خالص. وزي ما انتم شايفينها لا فرشه ولا اي حاجه خالص. وتعالوا معايا نشوف مقاديرها عامله ازاي. انا معايا هنا دقيق، معايا كيلو دقيق. المقدار اللي انا هعمله نص كيلو سمنه بارده حطها في التلاجة، وربع سكر بودر ناعم خالص زي ما انتم شايفين. الافضل ان انتوا تشتروه من بره بيبقى ناعم قوي. ودي فانيليا. المقدار يا جماعة بتاع الغريبة 4-2-1 4-2-1. خلاص ازاي؟ يعني الدقيق نصه سمنة، السمنة نصها سكر، يعني مثلث قاعدته فوق الدقيق وبعدين السمنة وبعدين السكر البودر. تعالوا معايا وانا هكتب لكم في صندوق الوصف ان شاء الله المقدار بالكيلو والمقدار بالكوباية لو عايزين. هحط له هنا السمنه. قلنا السمنه تكون بارده. ممكن تضربوا بايديكم، ممكن تضربوا بمضرب عادي يدوي، ممكن تضربوا مضرب كهرباء. انا بس اختصارا للوقت هعملها في العجين. هضرب السمنه لوحدها لحد ما يبقى لونها كريمي كده فاتح، وهتشوفوها هتبقى عامله ازاي. بس عشان
هقفل الصوت عشان المضرب ما يعمل لكوش صوت. بصوا شايفين السمنه بقى لونها عامل ازاي، فتحت خالص ازاي وبقت كريمه خالص. هنزل عليها بقى بالسكر البودر، ولازم يكون منخول، لازم يكون منخول عشان ما يبقاش فيه حبيبات تسيح الغريبه. وننزل الفانيليا وهنرجع نضرب تاني لحد ما يبقى قوامهم الاتنين مع بعض قوام كريمي حلو زي اللي بنزوق بيه الحلويات او التورتات. بصوا معايا هنا، شايفين المنظر؟ بصوا انزل بس اللي في الجناب، شايفين منظر السكر والسمنه؟ غريبه يا جماعه، اسهل منها مفيش. امشوا بس على المقدار اللي انا بقول لكم عليه وهتطلع معاكم حلوه جدا جدا. هنزل بقى بالدقيق كله. بصوا انا لا حاطه بقى بيكنج باودر ولا حاطه اي حاجه من الحاجات ولا محسنات ولا الكلام ده ولا بيض ولا حاجه، هي زي ما انتوا شايفين كده. الغريبه ما هي الا سمنه، دقيق، سكر باودر وفانيليا. وممكن لو مش عايزين تحطوا فانيليا ما تحطوش، بس انا بحب احطها للنكهه يعني تدي ريحه حلوه. هضرب بقى بالراحه كده الدقيق مع السمنه والسكر. بصوا شكلها هتقولوا ده فروتت ايه ده، دي هتعمل عجين؟ لا هتعمل عجين، اصبروا عليها، هتتعجن وهتبقى عجينه جميله جدا اهي. شايفين كل ده ممكن تعملوه بايديكم يا جماعه، سهل جدا. عايزين نشوف، هوريكم بس حته منها اهي. شوفوا ما بضغط عليها، بصوا بصوا ولا بتشقق ولا اي حاجه خالص، ناعمه جدا خلاص. بس انا برضو هضربها ضربه بسيطه كمان كده وايه، واشيلها واشكلها معاكم واوريكم بتتشكل ازاي. هنا معايا العجينه خلاص، انا حطيتها في البوله دي، هوريكم بقى تشكيلها. بس هو انا المفروض ان انا هحطها الاول في ترتاح في التلاجة شويه. بصوا بوريكم تاني المنظر، بصوا بس عشان صبعي ده متعوز اهو. شايفين ولا مشققه ولا اي حاجه خالص، عجينه ناجحه جدا. خلاص انا هحطها ترتاح في التلاجة لحد ما نيجي نشكلها مع بعض، يعني ريحوها بتاع ربع ساعه تلت ساعه كده. انا هنشكل بقى هنا، انتوا تعملوا الحجم اللي انتوا عايزينه. انا بحب اعملها صغيره جدا على قد الايه البق، يعني هي تتحط حته مره واحده اهي. شايفين المنظر؟ صغننه خالص. وباخد انا ده معايا هنا فستق ومعايا بندق ومعايا سوداني، وفي خرز فضي كده لو عايزين او ذهبي. اللي مش عايز يحط حاجه من دي براحتكم خالص. يعني انا بعمل جزء بالمكسرات دي وجزء بعمله ساده، عشان في من ولادي بيحبوه ساده، مبيحبوش المكسرات. مش عايزه اقول لكم الطريقه دي سهله جدا ومش هتاخد منكم وقت خالص، هي ما بتاخدش وقت نهائي وما بتحتاجش عجن يا جماعه كتير، عشان العجن الكتير ما يعملهاش علق. خلاص هكمل بقى الكميه كلها وارجع اوريكم شكلها قبل ما احطها في الفرن. هنا انا خلصتها، عملت جزء زي ما انتم شايفين، شويه سوداني شويه بندق شويه فستق خلاص. وعملت صينيه تانية حبه، يعني الحبه اللي فضلوا عملتهم ساده. احطها بقى في الفرن وارجع لكم تاني نشوف. هنا انا طلعتها يا جماعه من الفرن، بصوا الارضيه بتاعتها عامله ازاي، شايفين الجمال بتاعها؟ ولا محروقه ولا هي ما بتاخدش لون، الغريبه ما بتاخدش لون. تحطوها على نار هاديه، نار هاديه، او لو عندك الفرن بدرجه حراره حطها على درجه حراره 150. الرف الوسطاني بنشغل من تحت بس. اشكركم على حسن متابعتكم، ويا ريت تشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس يوصلكم لنا كل جديد. شكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، يومكم كله خير وبركة. انا اسفة جدا على تأخير عليكم، دعواتكم بس لينا. النهاردة هعمل معاكم القرص الطرية الفلاحي على اصولها، خطوة بخطوة بكل تكاتها، وان شاء الله تعجبكم. واتمنى الفيديو النهاردة يعجبكم، وتعالوا معايا ان شاء الله نشوف هنعمل القرص الطرية الفلاحي بتاعتنا ازاي، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. تعالوا بقى هنا المقادير. معايا هنا كيلو من الدقيق، خلاص، اللي هو بتاع المعجنات او اللي هو متعدد الاستخدامات. معايا قشطه، انا هاخد منها معلقتين 2. معايا كوبايه من السمن الفلاحي البلدي او سمن مخلط لو انتوا عايزين، براحتكم خالص، ده سمن بلدي. معايا هنا حوالي رشه من الملح او نص معلقه. معايا معلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعايا لبن رايب، واللي ما عندوش لبن رايب استخدم زبادي او حليب، براحتكم خالص اللي انتوا عايزينه. احنا هنعمل ايه؟ هنحط المكونات الجافه، يعني مثلا نحط الملح هنا مع بعض اهو. هنعمل ايه بقى؟ معايا هنا كسرولة دي، تمام، هحط فيها السمنه اهو. ومعلقتين كبار من القشطه وهحطهم على ايه؟ النار، يتدفوا مع بعض وارجع لكم تاني. خلاص، هنا بقى يا حبايبي على ما الخميره، على ما السمنه تدفى، هحط الخميره دي ميه دافيه والسكر، واقلبهم واسيبهم يخمروا سوا كده مع بعض. خلاص، هسيبهم بقى مع بعض لحد ايه ما نيجي نعجن القرص. هنا بقى يا حبايبي بصوا، قلبناهم مع بعض، عايزه اوريكم شكلهم، يا دوب دفيوا مع بعض الاتنين في المنظر اهو. هنيجي بقى هنا، وادي الخميره كمان زي ما احنا شايفين عملت ازاي. هنحط بقى السمن مع القشطه، بسم الله. اللي عندها عجان، انا عندي العجان، بس انا عايزه اوريكم لان في ناس بيقولوا احنا ما عندناش العجان، فانا هوريه لكم على ايدي اهو. هي طبعا السمنه اهي دافيه، ما هيش سخنه، فانا حاطه ايديا عادي اهو. شايفين بقت عامله ازاي؟ نحط بقى الخميره، شوفوا الخميره في ثواني، بصوا المنظر، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وادي اللبن الرايب، دي كوبايه ونص. شايفين العجينه بقت عامله ازاي؟ عايزه اوريكم طراوتها، شايفين طريه ازاي اهي. خلاص، هنسيبها بقى كده ايه ترتاح، نغطيها بقى بستريتش رول، ونسيبها ترتاح شويه، ونبقى نرجع تاني تكون خمرت، نشوف هنعمل فيها ايه. شايفين يا حبايبي بقى كده الخميره، العجينه خمرت معانا اهي زي ما احنا شايفين اهي، بسم الله ما شاء الله اهي. شايفين منظرها؟ خلاص، هناخد بقى منها كده قرص ونعجن.
عايزين تعملوا القرص اكبر من كده ماشي، عايزين تعملوها اصغر براحتكم خالص. اهي نحطها بقى كده. خلاص هنعمل بالشكل ده الكميه كلها. بصي يا حبايبي انا خلصت الكميه كده، دي مش الكميه طبعا كلها، انا عامله في صينيه تانية. خلاص هنغطيها ونريحها بس 10 دقايق وايه، وارجع اوريكم احنا هنعمل فيها ازاي، وهنحشيها بالعجوه ان شاء الله وتشوفوا طريقتنا. هنا يا حبايبي زي شايفين، زي ما احنا شايفين كده ارتاحت. خلاص هنا انا معايا عجوه، عجنتها بحته سمنه او بزبده زي ما انتوا عايزين. بصوا طريقه ازاي، بصوا طريقه خالص ازاي. بس ما تحطوهاش على النار، انا حاطه على العجوه دي حاطه معلقه واحده بس سمنه ودعكتها كويس قوي بايديا وحاطه معاها السمسم. خلاص هنعمل ايه، هنجيب بقى القرصه كده اهي. بصوا انا مش عايزه سمكها رقيق، انا عايزه سمكها يا دوب كده 5 مللي، يعني نص سنتي كده ولا حاجه. خلاص نحط بقى اهي العجوه. اللي عايز يعملها ساده اعملوها ساده، اعملوها ساده براحتكم خالص، مش هتاخد منكم حاجه. شايفين اهي، نعملها بقى كده. خلاص ونحطها فين، في الصاج. خلاص هعمل لكم غيرها. نلمها على بعض. خلاص ايه ونبططها زي ما احنا شايفين كده. خلاص لو عايزين تعملوا ساده اعملوا ساده، مفيش مشكله خالص. تمام. خلاص بقى الكميه كلها اوريكم انا عملتها ازاي. شايفين يا حبايبي ادي خلصناها كلها، ده كله بالعجوه، وعملت غيرها بقى بالايه، شايفين يا حبايبي انا كده خلصت الصينيه دي. في طبعا اهو شايفين زي ما احنا شايفين كلها بالعجوه، وفي لما بخلص العجوه بقوم عامله اللي هي الايه الساده، وفي لو عايزين تحشوها سكر، عايزين تحشوها جبنه، اي حشوه تعجبكم احشوها. انا عن نفسي بحب الساده، بس انا بعمل بالعجوه ديت عشان الولاد. خلاص وبعمل جزء ساده. خلاص هسيبها بقى ترتاح شويه كمان، وبعدين احطها في الفرن وارجع لكم تاني واوريكم النتيجه. كده يا حبايبي نكون خلصنا القرص بتاعتنا الجميله. شايفين منظرها، شايفين طريه ازاي، شايفين تحميرها، شايفين اهو اهو. غيرها واحده تانية كمان، شايفين المنظر، شايفين هشه من جوه وجميله ازاي اهو. عايزه اوريكم واحده بالعجوه، بس ايه يعني مش عارفه انهي بالعجوه. شايفين اللي بالعجوه، مش عايزه اوريكم طريه جدا. يا رب يكون فيديو النهارده يكون عجبكم، واللي ما اشتركش معانا في القناه يشترك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم لنا كل جديد، وما تنسوش اللايك والتعليق. وشكرا على حسن متابعتكم ليا واشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب يومكم ان شاء الله يكون كله خير وبركة بإذن الله. معلش اتأخرت عليكم شوية. انا النهاردة هعمل معاكم الدوناتس، هتشوفوا طريقتي ان شاء الله يا رب تعجبكم.
وتجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه ان شاء الله. مقاديرنا معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق انا نخلاهم، معايا كوبايه من الحليب، معايا معلقه كبيره من الزبده بس بتكون طريه، معايا معلقتين كبار من الزبادي، معايا معلقتين خميره، رشه ملح، معايا معلقه كبيره سكر، ومعايا بيضه ومي، وكوبايه الحليب لازم تكون دافيه زي دمعه العين. معايا هنا ميه زياده دافيه عشان لو احتجتها في العجين ان شاء الله نستعملها. تعالوا معايا بقى نشوف احنا هنعمل الاول ايه. انا بحط الاول كوبايه الحليب في العجان، خلاص، معاها طبعا السكر والخميره، نقلبهم بس مع بعض ثواني كده. طبعا هطفي بس الصوت ثواني، انا هنا علشان الصوت بس ما يضايقكوش بتاع العجان. هقلبها الاول بالمضرب بالويسك كده، خلاص. ومعايا هنا معلقتين الزبادي، معلقتين كبار اهو، ممكن تستغنوا عنها لو عايزين، بس هي بتخلي طراوه كده للعجينه، بتخلي العجينه طريه. معانا بقى البيضه، بسم الله. الزبده انا مش هحطها دلوقتي، انا هخليها للعجين لما يتعجن شويه. احط بقى الفانيليا، وارجع ده كله فين؟ على العجان اهو. هننزل بقى هنا معايا الملح، هقلبه شويه كده مع الدقيق، وننزل واحده واحده اهو الدقيق عشان بس ما يقعش ويعفر علينا. هننزل بقى بكمية الدقيق، خلاص. نبتدي بقى نعجن شوية. بصوا هي العجينه لسه شايفين عامله ازاي، معناها كده ان هي محتاجه ميه دافيه. خلاص هحط كده، انزل عليها، اشغل وانزل بالميه الدافيه واحده واحده. بصوا واحده واحده، ما كترش. هي العجينه دي بتبقى طريه شويه، ما بتبقاش ماسكه قوي. انا هسيبها تعجن شويه وهرجع اوريها لكم تاني عشان بس ما صدعكوش من العجين. وهنا انا رجعت لكم تاني بعد ما عجنتها شويه، عايزه اوريكم اهي. هي لسه طبعا عايزه تتعجن تاني، وهوريكم بعد ما تتعجن وخلصتها هوريكم ملمسها عامل ازاي. بس في المرحله دي انا بقى هنا هحط الزبده اللي هي الطريه اهي عشان تنضرب معاها. خلاص اخلص بقى العجينه وارجع لكم تاني ان شاء الله
واوريكم شكلها عامل ازاي، انتظروني. ودلوقتي يا حبايبي بصوا العجينه خلصت معايا اهي، هي بتلزق بسيط بصوا خالص اهي. هنزلها بقى هنا بس شويه دقيق وانزل العجينه كده. ادي العجينه معانا بصوا على جمالها ما شاء الله. بصوا بصوا عاجبني ملمسها. هنجيب بقى هنا بوله ارشها شويه دقيق واحط العجينه فيها واسيبها لحد ما تخمر، وارجع لكم تاني اوريكم بنقطعها ازاي. خليكم معايا ان شاء الله راجع لكم. على ما نيجي على ما العجينه تخمر معانا، هي قربت تخمر بصوا ما شاء الله. انا دلوقتي هشيلها واقطعها. هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض جناش الشوكولاته. معايا هنا كوبايه الا ربع حليب ومعايا كوبايه من الشوكولاته الخام. هحطهم مع بعض على النار وتسيح واجيلكم واقول لكم انا عملتها ازاي عشان افرد معاكم العجينه. هنا يا حبايبي العجينه بقت زي ما احنا شايفين ما شاء الله بصوا حلوه جدا. هنا بقى هنرش رشه من الدقيق كده هنا بقى هننزل العجينه اهي بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. شايفين بصوا ارتاحت معانا. هنمشي بقى كده ما شاء الله معانا كبيرة شوية. هنا خلصنا زي ما احنا شايفين. انا عايزه اوريكم العجينه بقت عامله ازاي. بصوا سمكها حوالي نص سنتي خلاص ما تبقاش رقيقه قوي تمام. هي احنا معانا هنا القطاعه بتاع الدوناتس احنا شايفينها كده اهو. نقصها بس دقيق نعمل مع بعض كده اهو. طب احنا ما عندناش القطاعه دي هنعمل ايه؟ بسيطه خالص. كوبايه اهي اهي خلاص. طب والدايره اللي جوه دي؟ الدايره اللي جوه بسيطه برضو، غطا ازازه صغير كده خلاص تمام. يلا نعملها بقى مع بعض كده اهو. شايفين هنا يا حبايبي خلصنا الكميه. هنشيل بقى كده اهو. انت هتقولوا بقى ايه ده؟ طب العجين ده كله هتهدريه؟ لا مش ههدره طبعا. كل العجين ده هيتلم على بعضه تاني ونعمل منه كميه تانيه خلاص اهو. دلوقتي بقى يا حبايبي هنعمل ايه؟ انا معايا هنا ورق زبده ممكن اقطعه مربعات زي كده. ده ورق كراسه، ده ورق كراسات. طب انا ههدر الزبده وبعد كده هرميها خساره. ممكن تقطعوه وممكن تعملوا زي ما انا بعمل كراسه من الناحيه البيضاء خلاص. ارشها شويه دقيق اهي واحط عليها الدوناتس عشان لما نيجي ننزلها في الطاسه ما تلزقش مننا وتتعوج ناحيه شمال وناحيه يمين خلاص اهي. زي ما احنا شايفين هتتعمل بالمنظر ده ونسيبها بقى ترتاح لحد ما تخمر وبعدين نقليها مع بعض ونشوف الاخر هنعمل ايه ان شاء الله. بقى هنا الزيت قدح معانا.
هنجربه بس بواحده من الصغيره، يعني ايه نجرب وليكن دي كده كده تمام. خلاص احنا طبعا معانا، احنا كنا حاطينها اهو على الورقه، طبعا بتشال بسهوله جدا. بصوا بتشال بسهوله، نحط كده ولا لزقت ولا اي حاجه ان شاء الله. العجينه اتسحت معانا زي ما احنا شايفين. شايفين البليه الصغننه دي حلوه جدا. ونحاول نقلبها على الناحيه التانية اول ما نلاقيها احمر. بصوا ما شاء الله، بصوا الجمال. الله، بصوا يا حبايبي الكميه كلها بقى هعملها بنفس الشكل وارجع لكم تاني ان شاء الله. ورجعنا يا حبايبي وزي ما احنا شايفين بصوا ده انا عملت اهو، وعملته غرست حطيته في الشوكولاته اللي انا كنت مسيحاها. ماشي، عايزين تتقلوها عن كده ممكن تحطوا لها شوكولاته باودر تتقل عادي. واللي على الوش ده كان عندي شويه كاجو وكسرتهم ورشيتهم عليه، ودوت ساده كده من غير خالص. ممكن تعملوا شوكولاته بيضه وتلونوها زي ما انتوا عايزين اي الوان. يا رب يكون فيديو النهارده يكون عجبكم. واللي ما اشتركش معانا في القناه يشترك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. واي تعليق او اي استفسار انا منتظراكم ان شاء الله في التعليقات. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الفطير المشلتت البيتي الجميل اللي كنا بنحبه. عبارة عن ايه؟ دقيق ومية، خلاص تمام، وهنا ملح ودي بيكنج باودر. هو المفروض انا ما بحطش بيكنج باودر، بس انا بحب احط له شعره كده او نص معلقه صغيره عشان تخليه يورق. وكميه الدقيق زي ما انت عايزه، خلاص تحطي كيلو تحطي 2 زي ما انت عايزه، ان الكيلو الدقيق مش شرط بالكيلوهات قد ايه. يعني مثلا انا هنا حطيت هنا حوالي زي كيلو كده او اكتر اهو. وهنا بقى ادي الملح والبيكنج باودر، بس هنقلبهم بس مع بعض كده. يا جماعه انتوا ممكن تعجنوه على ايديكم، انا بقول لكم كم مره ممكن تعجنوا على ايديكم، مش شرط في العجان، بس انا بستسهل العجان بصراحه لانه سريع معايا، خصوصا لما تكون الكميه صغيره. خلاص نحط بقى هنا الميه دي ميه فتره بسيطه خالص. عايز تحط ميه من الحنفيه بارده عادي مفيش مشكله خالص. هنبتدي بقى نعجن.
ليه بقول لكم مش شرط كميه الدقيق؟ لان احنا كميه الدقيق بنحط الميه على قدها، مش شرط يعني. هنقلب كده لحد ما نعجن عجين كويس. نشوف هنا محتاج ايه. شايفين كده محتاج ميه. تمام. هنا الميه. هنا العجينه بقى خلصت يا بنات. انت بتقعدي تعجنيها كده لمده حوالي 10 دقايق. بعد ما تجمعيها تقعدي تعجنيها 10 دقايق كده خلاص. وبتعمل بقى العرق اللي انت شايفاه ده. خلاص هنحطها بقى في بوله كده ترتاح ونرجع لكم. اهي شايفين يا بنات. انا بصراحه عامله كميه طبعا غير اللي انا كنت حطاها في العجان قدامك دي، لان هي بتاخد مني شويه عجن. خلاص. ده هنا سمن، يعني انا دفيته بسيط عشان يبقى سايب كده معايا. احط بتاع حوالي حبه زيت صغيرين عليهم عشان يلمع بس الفطير. هدهن بقى الصينيه هنا اللي هقرص عليها اللي قرص الفطير. خلاص عص ايديا بس كده بسيط. نقطع بقى العجينه كده مع بعض اهو. شايفين ملمس العجينه عامل ازاي؟ مش يابس، قصدي مش ماسك قوي ولا لين قوي. عجينته زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اهي ملبن. نقرص كده، نحاول نخلي القرص ديت كلها مقاس واحد. خلاص كده خلصنا الكمية دي. نعمل بقى ايه؟ ندهن بقى العجينة كده من على الوش عشان بس وشها ما ينشفش وما تشققش. خلاص لان لما بتنشف بتعكسنا واحنا بنفردها. هندهنه كله بالمنظر ده. تمام. هنسيبهم بقى ايه شوية صغيرين كده يرتاحوا، بتاع حوالي 5 دقايق او 10 دقايق. كل ما ترتاح كل ما تبقى احسن. هي مش بتخمر لان هي مفيهاش خميرة، بس بنريحها بس عشان العجين يفرد معانا كويس. على مسافة بس ما اشرب كوباية الشاي دي وارجع لكم تاني. احنا جينا هنا بقى يا بنات، بصوا العجينة ارتاحت خالص. هناخد بقى من السمن على الزيت اللي احنا حاطينه ده. يا سلام بقى السمن البلدي ده فيه بقى تحفة قوي 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 قوي. هنحط كده ونفرد. بصوا يا بنات احنا بنفرد ازاي. شوفي العجينة عشان مرتاحة بصوا بتفرد معانا. بنزحلقه مش بنبططه، بنزحلق. بصوا شايفين بفرد لبره كده لبره. خلاص بنزحلق لبره ماشي اهو. مش بنبطط، ما بنبططش كده لا. بصوا بنزحلق اهو. شايفين العجينه رقيقه ازاي؟ بصوا الرخامه باينه من تحتها ازاي اهو ما شاء الله. الرخامه باينه خالص. بصوا نطبق بقى كده الناحيه دي، ونجيب الناحيه التانية فوقها كده بالمنظر ده، وناخد الطرف ده كده والطرف التاني عليه ونشيلها ونقلبها. ايوه نقلبها كده على وشها. نخلي اللي كان فوق ده تحت واللي تحت ده فوق. نعمل كمان. بصوا انتوا بتعملوا بقى الايه الطبقات اللي انتوا عايزينها. يعني عايزينها كبيره كتروا الطبقات. الرقات يعني. خلاص يعني انا هعملها كبيره شويه، فانا هعملها ايه حوالي 8 رقات. انصحكم يا جماعه اللي بتبقى انا عامله العبايه دي مخصوص عشان الفطير. الفطير بيزيد جدا اهو. بصوا العجينه، بصوا العجينه بترق ازاي معايا وماشيه حلوه ازاي ما شاء الله. علشان مرتاحه
فبتفرد في ايدك بسرعة. انا مش مسرعة الفيديو، بصوا الفيديو ماشي عادي والله اهو. بصوا نقوم حاطينها بقى ايه في النص كده خلاص اهو. نطبق عليها بقى نفس الطريقة، نطبق الرقة دي الرقة التانية قصادها، وناخد الطرف ده والطرف التاني عليه ونقلبها اللي فوق ده نخليه تحت كده. تمام. بصوا يا بنات انا حبيت اوريكم حاجة. بصوا الحتة دي اتقطعت وانا بفرد، انا مرضتش اداريها في الفيديو. ليه؟ لان هي ده طبيعي خالص، مش هتعمل اي حاجة ولا تأثر في حاجة، لان هي اصلا بتتدار اهو. نطبق عادي زي ما كنا بنطبق ولا اكن في حاجة. خلاص اهو شايفين اهو. ده بقى رقيق خالص ازاي، مفيش حاجة مقطعة. تمام. احنا بنعمل واحدة تانية بقى. انا التانية عملتها 8 رقات على فكرة. دي بقى واحدة تانية اهي زي ما انتوا شايفين اهو. انا حبيت اوريكم بس علشان تشوفوا بتعمل ازاي اهو. هنقلبها اهو شايفين. نبتدي بقى نعمل بقى كمان واحدة ونشوف احنا هنعمل ايه. انا مش عايزه اقول لكم على الفطير ده وعلى جماله يا جماعه والله. اهو شايفين بنقلبها ازاي. نعمل بقى، انا عملت كده كذا واحده، هنعمل بقى الايه كم واحده كده. انا كنت عامله كميه عجين كبيره على فكره. نحط حبه سمنه بقى جميله كده. لو عندكم قشطه يا جماعه ممكن تحطوا قشطه على وش الفطير، بتبقى جميله جدا. شايفين رقيقه زي اهي. شوف دي اخر طبقه ديت تمنه. ممكن تعملوا 9، ممكن تعملوا 10، ممكن تعملوا 15 زي ما انتوا عايزين. كل ما هتكبروا في حجمها في عدد الرقات كل ما هيكبر حجمها وتتخن شويه. هنا بقى نفردها في الصينيه، نبططها بقى كده. شايفين. ناخد شويه من السمن. شايفين ما شاء الله بتفرد ازاي علشان مرتاحة. بعد ما بنعملهم بنسيبهم يرتاحوا، ما بنبططهمش على طول. خلاص هي كده بقى اتفردت في الصينية كلها. هنحطها بقى في الفرن. الفرن يا جماعة بيكون على درجة حرارة 200 أو 220، درجة حرارة بتبقى عالية شوية. أنا بقى بحطه في الفرن ايه، في الفرن البلدي اللي هو بالأنبوبة اللي هو الغاز، لأن فرن البوتاجاز بينشف الفطير زي ما بينشف البيتزا. هنا بصوا شايفين الفطير بقى شكله عامل ازاي ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم بقى على جماله وعلى طعمه، وتاكلوا معاه بقى كده قطعه جبنه قديمه، حبه عسل ابيض، حبه عسل اسمر، زي ما انتوا عايزين. ما تنسوناش بقى ان شاء الله في الاشتراك والتعليقات، وفعلوا الجرس عشان تجيلكم كل جديد من عندنا. خلاص وشكرا على المتابعه.